اكني سكورنس او ندبات حب الشباب. مشكلة بتقابل شريحة كبيرة جدا من البنات أو الولاد السيدات أو الرجال، ودي سببها تكوين نسيج ندبي بعد حب الشباب ما بيحصل. طيب الحل الأمثل في الكلينيك عندنا وده بتسأله كتير جدا هو حاجة اسمها مايكرو نيدلينج راديو فريكونسي أو ما يسمى في الكلينيك عندنا بسيكريت RF. المايكرو نيدلز بتعمل لي إيه يا دكتور؟ المايكرو نيدلز بتكسر لي الفايبرس تيشو اللي اتكونت فيه الندبة، والراديو فريكونسي أو التردد الحراري at the same time بيحفز لي الفايبروبلاست وهي الخلية الأصلية لتصنيع الكولاجين انها تطلع بعدد اكبر وعدد جديد كمان عشان تكون لي كولاجين جديد يعوض لي الفايبرس تيشو اللي اتكسر ده. السيكريت RF بقدر استخدمه كمان في علاج الوايت بورز المسام الواسعه، اقدر استخدمه في الاستريتش ماركس اللي هي خطوط التمدد، اقدر استخدمه كمان ان انا احسن السكين الاستيستي والكواليتي بتاعه الجلد. ممكن كمان اقدر استخدمه في امراض جلديه صعبه شويه زي الروزيشيا اللي هي الورديه او التلانجكتيزيا الخطوط الحمراء اللي بتحصل في الوجه مع التقدم في العمر. السيكريت RF هو احسن حاجه لكل المشاكل دي كلها، وهو كمان بيديني احسن نتيجه واقل سايد افكتس وزيرو داون تايم، اقدر اعمله واخرج في الشمس بعد تاني او تالت يوم بالكتير. ممكن كمان استخدم مع السيكريت RF حاجات مساعده لايك بلازما لايك سكين بوسترز او باي ستيميليتورز عشان تسرع لي من النتيجه وتجيب لي نتيجه احسن وكمان تقعد معايا فتره اطول. عدد الجلسات بيختلف من حسب بيشنت للتانيه حسب عمر البيشنت وحسب السيفيريتي بتاعه كل حاله.